سلام عليكم، أهلا وسهلا. اشتركوا في القناة الآن وفعلوا الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. الركراكي. تلقينا رسالة ملكية مؤثرة ومحفزة بعد التعادل أمام مالي. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي أن الملك محمد السادس بعث رسالة خاصة إلى أسود الأطلس كان لها وقع كبير على مشوار اللاعبين خلال منافسات كأس أفريقيا 2025 التي تحتضنها المملكة. وأوضح الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على نيجيريا في نصف النهائي ليلة الأربعاء الخميس أن الرسالة الملكية جاءت بعد التعادل أمام مالي في دور المجموعات، وكانت مؤثرة للغاية على المستوى النفسي والمعنوي. وأكد مدرب الأسود أن مضامين تلك الرسالة الملكية أسهمت بشكل كبير في شحذ همم اللاعبين الذين تلقوها بإيجابية، وشكلت دفعة قوية لهم وإحساسا جسيما بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لإسعاد الشعب المغربي. وأضاف الركراكي وهو يتأثر: أهدي هذا التأهل إلى النهائي للملك محمد السادس، وأشكره على دعمه ومساندته لنا قبل انطلاق البطولة وأثنائها. بونو يهدد الرقم التاريخي للحضر في كأس إفريقيا. يواصل ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي كتابة اسمه بأحرف بارزة في سجل كأس إفريقيا 2025 التي تحتضنها المملكة المغربية بعدما قاد أسود الأطلس إلى المباراة النهائية عقب التفوق على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح إثر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في مواجهة اختير فيها أفضل لاعب. وبهذا الإنجاز بلغ المنتخب المغربي نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2004 ليضرب موعدا مع منتخب السنغال في النهائي المرتقب الأحد المقبل بحثا عن التتويج باللقب الثاني في تاريخه. ونجح بونو في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة 11 في تاريخ مشاركاته بكأس أفريقيا، من بينها 5 مباريات خلال نسخة 2025 الحالية، إذ لم تستقبل شباك المنتخب المغربي سوى هدف واحد فقط جاء في التعادل 1-1 أمام مالي في دور المجموعات. وكان حارس أسود الأطلس قد كسر الرقم القياسي الوطني في المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر بعدما وصل إلى 7 مباريات بشباك نظيفة، متجاوزا رقم مواطنه بادو الزاكي كأكثر حراس المغرب حفاظا على نظافة الشباك في تاريخ البطولة. وتوالت مباريات الكلين شيت لبونو أمام زامبيا 3-0 في دور المجموعات، وتنزانيا 1-0 في ثمن النهائي، ثم الكاميرون 2-0 في ربع النهائي قبل أن يواصل تألقه في نصف النهائي أمام نيجيريا. وبات بونو يقترب من الرقم القياسي التاريخي لحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري الذي حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة خلال مشاركاته في كأس أفريقيا، ليبقى الفارق 3 مباريات فقط. كما عاد البونو رقم الحارس الإيفواري بوب كرباري الذي أنهى مسيرته في البطولة ب11 مباراة بشباك نظيفة بعد التتويج بلقب نسخة 2015، ليصبح حارس المغرب على بعد خطوة من الانفراد بالمركز الثاني تاريخيا في حال خروجه بشباك نظيفة خلال نهائي السنغال. ويؤكد هذا التألق المستمر المكانة التي بات يحظى بها بونو كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ البطولة القارية، وأحد الركائز الأساسية في مشوار المغرب نحو اللقب. شكرا لمتابعتكم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. سلام عليكم.